ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده. في البدايه كده وبدون مبالغه خليني اقول لك ان ده ممكن يكون اهم فيديو هتشوفه في حياتك. في الفيديو ده انا هعرفك ايه اللي خبراء الكمبيوتر مش عايزينك تعرفه، لكن على العكس تماما هم عايزينك تعرف الكلام ده، لان ده هيسهل عليهم حياتهم من انهم كل شويه يعملوا لك سبورت. هنتعلم فن ازاي تصلح اي مشكله كمبيوتر حتى لو ما عندكش اي فكره ازاي، وحتى لو ما كنتش شخص مهتم بالكمبيوتر اصلا. هنصحك انك تكمل الفيديو ده للاخر، لان اللي هنشرحه في الفيديو ده هتفضل تستخدمه طول عمرك. اول حاجه لازم تعرفها ان الشخص المهتم بالكمبيوتر او خبير الكمبيوتر ده مش ساحر، مش عارف كل حاجه. يعني احنا بكل بساطه بنعمل سيرش على جوجل لاي حاجه احنا مش عارفين نحلها ازاي او نصلحها ازاي. اللي بكل امانه خليني اقول لك حاجات كتيره جدا. بالرغم من ان اللي بيخلي اي شخص يقدر يحل مشاكل الكمبيوتر بشكل جيد جدا هو انه يعرف هيعمل سيرش على ايه بالظبط، ايه الحاجه اللي هو عايز يعمل سيرش عليها وازاي يعمل سيرش عليها بالطريقه الصح. يعني لو شخص مهتم بالكمبيوتر او خبير كمبيوتر هتلاقي الميزه دي عنده، لكن ممكن ما يقدرش يقول لك بالظبط الموضوع ده بيتم ازاي. لكن في الفيديو ده انا هعرفك الموضوع ازاي بيتم خطوه بخطوه. يلا بينا، خلينا نبدا. اول خطوه، في اي وقت بيقابلك مشكله بالكمبيوتر سواء كانت سوفت وير او هارد وير او حتى الجهاز بيتصرف بشكل غريب، اول حاجه تعملها وركز معايا قوي هي انك هتطفي الجهاز وتشغله تاني. خد بالك على الرغم من بساطه الفكره وتفاهتها الا انها بتحل 90% من المشاكل اللي بتواجهنا. علشان كده مش عايزك تتريق او تسفه من اي حد بتحكي له على المشكله اللي عندك واول حاجه يقولها لك هيقول لك اعمل ريستارت، فانت تقول الشخص ده مش فاهم حاجه والشخص ده عبيط، ايه اللي كل ما اكلم حد يقول لي اعمل ريستارت. على فكره 90% زي ما قلت لك من المشاكل اللي بتواجهنا في الكمبيوتر بتبقى حلها انك تعمل ريستارت. في بعض الاحيان مش هيكون حتى عليك انك تطفي الجهاز بس، هيكون عليك انك تفصل كابل الباور بتاعه كمان. ولو المشكله عندك في سوفت وير معين هتجرب تقفل البرنامج ده او تقفل السوفت وير ده وتشغله تاني، ولو ده ما حلش المشكله هتجرب تعمل ريبوت للجهاز ككل. طيب لو انت جربت تطفي الجهاز وتشغله تاني او تعمل ريستارت للجهاز والمشكله ما زالت موجوده، هنيجي للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي انك هتعمل سيرش على جوجل. لو واجهتك مشكله بالجهاز سواء كان سوفت وير او هارد وير، زي مثلا انك يطلع لك رساله ايرور، فالاغلب انك مش اول واحد تجي له الرساله دي او مش اول واحد تواجهه المشكله دي. لكن موضوع السيرش ده فن، مش اي حاجه تتكتب وخلاص، وده بيعتمد على المشكله او رساله الايرور نفسها اللي طلعت لك، اللي في معظم الاوقات بيبقى شكلها مخيف شويه لو انت مش عارف هي بتتكلم عن ايه اصلا او ايه سبب المشكله. لكن خليني اقول لك انك يطلع لك رساله ايرور دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه، لانها هتوجهك وهتقول لك على المشكله وانت هتقدر تستخدم الرساله دي علشان توصل للحل بعد كده. لكن تعال اقول لك ازاي تعمل سيرش اصلا على جوجل، وازاي تكون الفورمات او الشكل بتاع الجمله اللي انت هتستخدمها او اللي انت هتكتبها عشان تعمل سيرش على جوجل. هتيجي على رساله الايرور اللي طلعت لك ممكن تلاقي فيها كود، ودي مش حاجه مؤكده ان كل رساله ايرور هتطلع لك لازم يكون فيها كود او انك هتحفظ كل ايرور كود، لان محدش بيحفظهم ومحدش عارفهم كلهم اصلا. لكن لو ما لقيتش الايرور كود ده باقي الرساله ممكن تشرح لك ايه سبب المشكله. وبرده ما يهمش لو انت لسه مش فاهم اي حاجه من رساله الايرور دي او حتى الديسكريبشن بتاعها زي ما احنا قلنا بيتكلم عن ايه. دلوقتي اول حاجه هتجربها هو انك هتكتب اسم السوفت وير او البرنامج زائد الايرور كود او رساله الايرور نفسها. في بعض الاحيان ممكن تكون محظوظ وتلاقي حلول بتوصف بالظبط المشكله اللي انت فيها والايرور كود اللي طلع لك وطريقه الحل كمان. لكن احيانا الايرور كود نفسها ما بتكونش واضحه كفايه، زي انها تكون رساله عامه تحتها اكتر من سبب. لو الموضوع كده هنضيف حاجه للسيرش بتاعنا زي شرط كده، زي اننا هنكتب وليكن اسم البرنامج او السوفت وير اللي حصل فيه المشكله زائد الايرور كود او الايرور مسج نفسها، وبعدين نكتب وين، زي مثلا when opening when saving when converting when undo. يعني وين وبعدها لما انت عملت ايه او ضغطت على ايه حصلت المشكله او طلعت لك رساله الايرور دي. هتحاول اكتر من مره بطريقه مختلفه، زي وليكن ظهر ايرور معين لما جيت تعمل اكسبورت من ملف وورد لبي دي اف، فهنكتب اسم البرنامج اللي هو مايكروسوفت وورد زائد الايرور كود او الايرور مسج بتاعتنا، وبعدين نحط الشرط بتاعنا اللي هو when exporting to PDF. ممكن نغيرها باكتر من طريقه زي when converting to PDF او when saving to PDF. اذا فالحوار كله هو عباره انك هتحاول باكتر من طريقه اكتر من مره علشان تشكل جمله البحث بتاعتك بناء على المشكله واللي انت كنت بتعمله او ضغطت على ايه علشان يسبب الايرور ده. تعال الخص لك الحكايه دي كلها بطريقه سهله وبسيطه. لما تيجي تعمل سيرش على جوجل هتكتب اسم البرنامج او الجهاز اللي حصلت فيه المشكله، والحاجه الثانيه هي انك تكتب الفعل غير المتوقع او الايرور. المهم حاول توصف المشكله باي طريقه. ثالث حاجه زي ما قلنا وهي الشرط، زي اننا نكتب ايه اللي خلى المشكله دي تحصل او لما ضغطت على ايه او عملت ايه حصلت المشكله دي. في ناس كتيره جدا وانا منهم احيانا ما بيعرفوش ايه سبب المشكله او ازاي يحلوها، لكن برضو ما يهمش عادي جدا. انا مثلا في اوقات كتيره بعد ما حليت المشكله بقول لنفسي انا ما عنديش اي فكره ليه الحل ده نفع، لكن انا مبسوط انها اخيرا اتحلت. نفس المبدا ممكن يشتغل على اي جهاز او سوفت وير. على سبيل المثال لو التلفزيون اللي عندك في البيت الصوت بتاعه مش شغال او عندك فيه مشكله، هتكتب في السيرش كده، هتكتب اولا نوع التلفزيون اللي عندك وليكن LG او سامسونج او ايا يكن، وزي ما قلنا الايرور اللي عندك اللي هو نو ساوند. وممكن تجرب بالموديل نمبر، هتكتب البراند بتاع التي في او نوع التلفزيون اللي عندك والموديل نمبر بتاعه، وبعد كده الايرور اللي طلع لك زي وليكن نو ساوند.
خد بالك ممكن اللي يمشي على موديل معين يمشي على باقي الموديلز التانية. دلوقتي انت بقيت خبير في حته ازاي تعمل سيرش بطريقه صحيحه على جوجل باكتر من طريقه، وتجرب اكتر من فكره علشان توصل لحل المشكله. هنيجي بقى دلوقتي على الطريقه الثالثه، وهي فن الترابل شوتنج. في بعض الاحيان المشكله اللي ظهرت بيكون سهل حلها، واحيانا لا، وهيكون عليك انك تعمل سيرش عليها وتمشي مجموعه من الخطوات علشان تحلها، واحيانا بيكون عليك انك تحلها بنفسك وتجرب اكتر من طريقه علشان تعرف المشكله دي اساسها ايه بالظبط. يعني مثلا لو الكروم براوزر عندي على الجهاز بطيء جدا وانا بستخدم الواي فاي، زي ان الصفحات اللي بفتحها او التابات اللي بفتحها بتفضل فتره كبيره على ما تفتح وبتعمل لودنج كتير، دي مشكله هي من غير اي ايرور مسج. يعني ممكن تكون اي حاجه هي السبب في المشكله دي. كل اللي هعمله هو اني هاخد خطوه لورا كده وهشوف هل المشكله دي سببها البراوزر بتاعي ولا اللاب بتاعي ولا النتورك ككل. علشان كده هجرب براوزر تاني، لو المشكله ما زالت موجوده فهي على الاقل بتحصل على اللاب كله مش لبراوزر واحد فقط. لكن انا برضو مش هعتقد ان المشكله من اللاب، وهجرب الكونكشن بتاعي على اكتر من جهاز تاني زي لاب تاني او موبايل تاني واشوف الكونكشن عليه. فرضا لقيت ان المشكله موجوده عليهم برضو، لكن لما استخدمت الكمبيوتر بتاعي لقيت ان المشكله مش موجوده، وده اللي يخليني افكر ايه المشترك بين كل الخطوات اللي انا عملتها والخطوه الاخيره اللي اشتغلت. تمام بالظبط زي ما انت قلت كده، هنلاقي ان الخطوه الاخيره اللي اشتغلت الكمبيوتر بتاعي متوصل بكابل نت دايركت من الراوتر، لكن باقي الخطوات التانيه كانت اوفر واي فاي كونكشن، يعني انا بستخدم الواي فاي. اذا فده بيقلل البحث بتاعنا عن سبب المشكله، اللي ممكن يكون الراوتر هو اللي فيه مشكله او اشاره الواي فاي هي اللي فيها مشكله. علشان كده هبدا باني اعمل ريستارت للراوتر واشوف لو ده هيحل المشكله. لو فعلا المشكله اتحلت يبقى تمام كده، لو لا هشوف لو انا غيرت اي حاجه في اعدادات الراوتر هي اللي ممكن تكون عملت المشكله دي. خد بالك لحد دلوقتي انا لسه بضيق البحث بتاعي عن سبب المشكله، وهي اشاره الواي فاي. يعني ممكن يكون الراوتر بتاعي اصلا باظ، لكن انا بدور على سيناريو تاني ممكن عن طريقه احل المشكله. في النقطه دي انا بضيق البحث بتاعي لسه. يعني ممكن تجرب اي حاجه تخطر على بالك خاصه بالمشكله دي، زي ان الاشاره ممكن تكون ضعيفه وتقرب الراوتر بتاعك شويه، او ممكن يكون عندك سيجنال انترفيرنس او تدخل في الاشارات فتجرب شانل تانية، او نبعد الراوتر بتاعنا عن اسلاك الكهرباء العاليه، او ممكن تجرب تستخدم ال 5 جيجا هرتز باند بدل ال 2.4 جيجا هرتز، ده لو جهازك بيدعمها طبعا. وبيتضح لينا ان مع المشاكل اللي من النوع ده لازم تجرب كل حاجه انت تعرفها علشان تقرب من الحل، وده بيعتمد على معرفتك بالجهاز ده طبعا. لكن برضو ما تقلقش لو ما عرفتش، كنت عايز نصيحه من شخص محترف اكتر. هتكون برضو جمعت معلومات كتيره هتقلل وقت البحث اللي هيستخدمه الشخص ده، لان الشخص ده برضو هيمشي خطوات معينه عشان يقلل نطاق البحث بتاعه ويعرف سبب المشكله فين. فانت هتكون عملت كل ده وضيقت نطاق البحث وجربت حاجات كتيره وعرفت خبرات اكتر. طيب ده كان مثال على جهاز. بالنسبه للسوفت وير نفس المبدا برضو بيشتغل عليه، وهو انك هتجرب اكتر من طريقه واكتر من حاجه علشان تضيق نطاق البحث بتاعك وتعرف سبب المشكله فين بالظبط. علشان كده في معظم الاحيان لما بنيجي نتصل على الدعم الفني او تكنيكال سبورت بيمشوا معانا خطوات كتيره، لكن برضو مش عايزك تتنرفز عليهم او تحس بان الخطوات اللي بيقول لك عليها دي ملهاش لازمه، لانه بنسبه كبيره جدا بيكون بيضيق نطاق البحث عن سبب المشكله، وفي خطوه من الخطوات اللي هو بيمشيها معاك دي المشكله بتتحل. بمعرفتك بكل ده فانت جاهز انك تحل اي مشكله تقنيه تظهر قدامك حتى لو كان عمرك ما سمعت عنها. للتلخيص خليك فاكر الخطوات الثلاثه دي. اول خطوه وهي بطل ودور تاني، او اقفل وشغل تاني، او اعمل ريستارت. تاني حاجه اعمل سيرش عن المشكله بالخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. تالت حاجه هتعمل ترابل شوت علشان تضيق نطاق البحث وتحل المشكله بتاعتك. كل اللي انا طالبه منك هو انك تجرب تحل المشكله، مش هتخسر حاجه صدقني، بالعكس ده انت هتكتسب معلومات اكتر، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتحل مشاكل اكتر وبشكل اسهل لانك اكتسبت خبرات. في النهايه اتمنى ان يكون الفيديو ده نقطه تحول عند ناس كتيره في انها تحاول وتجرب بنفسها وتكتشف طرق جديده للحل وتتعلم خبرات جديده برضه. لو عجبك الفيديو ده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجديده. سلام.